السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ شوفوا بقى يا حبايبي، انا دلوقتي هتكلم معاكم عن قضية اليومين دول منتشرة يعني بقدر كبير جدا جدا جدا. هي قضية حبس اليوتيوبر احمد ونهى. فضلوا يا جماعة يعملوا ايه؟ بث مباشر لمقاطع فيديو خادشة للحياة جدا جدا جدا. ولكن اللي مسكت الموضوع ده مين بقى؟ النيابة العامة المصرية حبست اليوتيوبر المصري أحمد ونهى 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما الاتنين ببث مقاطع فيديو منافية للآداب ومحتوى منصفا على إنه خادش للحياء العام. وأعلنت نيابة مركز عيسى. هو حوش عيسى يا جماعة على فكرة، مش حوش آدم، ده في محافظة البحيرة، عن احتجاز 3 أشخاص منهم القائمين على قناة أفلام قصيرة التي اشتهر أصحابها باسم أحمد ونهى على ذمة تحريات مباحث الاتصالات، مع تجديد حبس المتهمين على المواعيد القانونية. وذلك التهمة الموجهة إليهم هي بث مقاطع فيديو خادشة للحياء والتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين أخلى سبيل زملائهم الممثلين السابقين في قناة الحاج زموت التي كانوا يقومون بالتمثيل فيها قبل الانفصال وإنشاء قناة أفلام قصيرة أخرى جديدة. وكانت مديرية أمن البحيرة بالتعاون مع مباحث الاتصالات قد ألفت القبض على ال3 متهمين في قضية فيديوهات أحمد ونهى، وهم أعمارهم أصلا اليوتيوبر نهى 30 سنة، أحمد 23 سنة. مصور مقاطع الفيديو اللي هم يعني بيعملوا الحاجات دي كلها قدامه هو نادر عنده 26 سنة. وأكد المتهمون على أن كل المقاطع اللي هم بيعملوها وبيقوموا ببثها على موقع اليوتيوب هي مقاطع تمثيلية، وإن هدفهم جمع المال لا غير. ولكن طبعا ده من الخطأ جدا جدا جدا، لأن أنا أطفالي لو ماسكين اليوتيوب ونزل فيديو مقترح قدامهم ان هم يشوفوه وشافوا منظر بس اللي هو من الخارج، الكفرز اللي انتوا بتعملوه للفيديو بتاعكم من بره، معناه ايه الكفرز؟ ان انتوا تحطوا حاجة زي كده اصلا حاجة مش حلوة خالص، حاجة مش آدمية بالمرة. لان يا جماعة احنا مصريين، ولو انتوا مصريين بالفعل انتوا ازاي تعملوا حاجة زي كده؟ طب هنقول خلاص انتوا مصريين وعملتوا، طيب كل مرة بتزودوا فيديوهاتكم عن المرة اللي قبليها؟ طبعا يا جماعة احنا مش معاهم في حاجة زي دي خالص. وان شاء الله ان شاء الله القضاء المصري يقوم بكل التقنيات المعنية ان هم بجد بجد يجيبوا لنا حكم عادل فيهم. وان شاء الله ان شاء الله قناتهم تتقفل، لان هم حاولوا جمع المال بهدف غير شرعي وغير صحي. دلوقتي بس اقول لكم سلام عليكم.